يتوفر المغرب على 5 وحدات صناعية لإنتاج الخل تزود السوق الداخلي بحوالي 90%. حدة المنافسة في هذه الصناعة خلقت استعمالات جديدة للخل حتى أنها اقتحمت عالم التجميل والتخسيس. كيف ستتطور هذه الصناعة وما هي التحديات التي تواجهها؟ نتابع الريبورتاج التالي مع حنان حارث. ولات بزاف بزاف ديال الانواع ديال الخل، خل التفاح، خل الطبيعي، بزاف ديال الانواع ديال الخل. الجوده هي اللي خاص المستهلك يركز عليها وما يتغرش بالفرق ديال 5 دراهم او لا 10 دراهم. بالنسبه للشركات ما كندخلوش معاهم بشحال هما تقام عليهم، ولكن كنكزيجيو يعني كنفرضوا عليهم بشحال حنا خصنا نشريو. نحن في إحدى الوحدات الصناعية لإنتاج مادة الخل، تحديداً داخل المختبر الذي تضع هذه الوحدة الصناعية بهدف عمل تحليلات عينية على رأس كل ساعة. هذا الكل هو اللي كيرجع خل. خاصك تعرف شحال باقي عندك، لما بقاش عندك وباقي خدام، فهمتي؟ خاصك تعرف شحال عندك ديال من دوغري ديال الكل باش تعرفوا شحال غادي تصاوب لك ديال الخل. لابد تقوم بهذه العملية. المختصون هنا مهمتهم مراقبة إنتاج مادة الخل ودرجة الحموضة التي وصلت إليه هذه المادة قبل أن تصبح جاهزة وصالحة للاستهلاك. الخل عرفه أجدادنا منذ القدم، أي منذ 5000 سنة قبل الميلاد. كان يستهلك بشكل يومي وكان يصنع من الثمار وبعض الفواكه، وهو ما كان يعرف بالخل البلدي أو الطبيعي. اليوم ومع التطور الذي عرفته حياتنا تغيرت الدورة الإنتاجية لهذه المادة، إذ تخصصت بعض الوحدات الصناعية في إنتاج الخل والمخللات. هذا القطاع ساهم في إنعاش الاقتصاد المغربي من خلال تشغيل آلاف الأشخاص. ما هو هذا القطاع وكيف تطورت هذه الصناعة وما هي تحديات السوق؟ لا يمكننا أن نعد السلطة من دون أن ننسمها بالخل. هذه المادة التي قلما نستعملها تضفي على بعض المواد الغذائية نسمة خاصة، ما يجعل الإقبال كثيرا على هذه المادة التي تعرف بزيادة في تركيز حموضتها. السلام عليكم. نحن الآن في إحدى الضيعات الفلاحية بمديونة نواحي مدينة الدار البيضاء. لقيتو كل شيء داكشي. في ضيافة الدار الكبيرة التي تضم عشرات النساء اللواتي اخترن الانضمام والانخراط في العمل الجمعوي. وفين وصلتوا في هذا الشيء؟ فايزة سحنون هي المسؤولة عن الدار وتأطير النساء هنا. هؤلاء النسوة هن الآن بصدد الأعداد لانطلاق فعاليات مهرجان الحدويات الذي يتم فيه تقديم كل المنتوجات الطبيعية بما فيها الخل البلدي. فمن أين أتت فكرة إنتاج الخل البلدي لهؤلاء النسوة؟ طاحت علينا الفكرة باش يبدا يدار هنا وحتى هما يستافدوا منه، فعاود ما يشريو ويبقاو كيتعاونوا. هو واحد المجموعة ديال العيالات في واحد 2-3 ديال الدواوير اللي دايرين بينا هنا، وكينتجوا هذاك الخل البلدي وكيتباع وكيتمشى لهم بزاف بمناسبة العيد الكبير. كيتصاوبوا لي 2 كيلو غير بالزبده 2 كيلو. معظم البيوت المغربية لا زالت تستهلك الخل البلدي أو الطبيعي وتبحث عن من يتقن صناعته لاقتنائه. الحاجة فايزة رفقة هؤلاء النسوة يحاولن توفير هذه المادة وصناعتها كما تعلمنا من أجدادهن. الناس كيطلبوه بزاف، الناس ديالنا كيطلبوه بزاف، بحال الخل التفاح، الخل العنب، الخل هذا د الاعشاب اللي كيديروها الناس ديال الصحراء. ايوا فين وصلتي؟ بقى عندك شي حاجه ولا كملتي؟ العلوي السعديه هي المختصه في انتاج الخل البلدي بالاعشاب هنا. كنا حنا تنديروه بكري ومن الناس ولات تسول عليه ولينا نديروه الجمعيه وتيجيو يسولوا عليه تنبيعوه. طريقه تهيئ هذا النوع من الخل تتطلب منها وقتا، فما الذي تفعله الان؟ دابا تنقي هاد العشوب ديال الخل، تنطيب الماء طايب مزيان وتنخوي عليه الماء طايب مده 10 ايام. مجموعة من الأعشاب تستخدم السعدية في إنتاج هذا النوع من الخل البلدي.
الذي يستهلك بشكل كبير في مناطق الجنوب. فبكم تقتني هذه الأعشاب التي تستعملها لإنتاج هذه المادة الطبيعية؟ تنشري 70 درهم ديال العشوب ديال الخل، تنقيهم تنقسمهم على 2 بوديزات ونديرهم 10 يطرو، تنبيعو ب 10 دراهم اليطرو. ما يعني أن 10 لترات من الخل البلدي تباع ب 100 درهم، أي أن الربح الذي تجنيه السعدية من عملية إنتاج واحدة هو 30 درهم. هي إذن عملية إنتاج غير خاضعة للمراقبة، وأثمنة بيع تبقى هي الأخرى غير خاضعة لظروف السوق، لكن هناك مستهلكون يحبذون هذا النوع من المنتوج البلدي. في الصباح سوينا واحد 10 لي باليت ديال 50 وانا كل بيتي عاود بدلنا الفان. دابا راه خدام فيهم خدامين الفان من 12 اللور. نحن الآن في أحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في صنع المخللات. في المغرب تتواجد 5 وحدات فقط لصنع مادة الخل، تزود السوق المحلي بحوالي 90% من هذه المادة. ولكي يتم إنتاج الخل لابد من استعمال مادة الكحول. فكيف تحصل هذه الوحدات الصناعية على هذه المادة؟ الخل كيتنتج بالالكول. الالكول خصنا ناخذو حنايا، ما عندناش الحق ناخذو الالكول خالص، دونك كناخذو الالكول دي ناتوري، يعني مخلط بالخل. القانون كيفرض عليك انك بغيتي تاخذ واحد الكميه ديال الالكول خصك دير قدها كميه ديال الخل تخلطها معاهم. امام الرجال ديال الجمارك يعني الديوانه كناخذوا شي كميه ديال الكحول يعني الالكول، كنديروا نفس الكميه ديال الخل، والديوانه كتهز واحد لي شانتيون من تما، واحد العينه كتاخذها كتصيفطها للمختبر الرسمي، هو اللي كيحكم بان هذا الخل راه بقى غير صالح الا لانتاج الخل، هذا الالكول ما بقاش صالح الا لانتاج الخل. بعد خلط الكحول بمادة الخل يرخص لأرباب هذه المعامل الحصول على هذه المادة الأولية التي تدخل في صناعة الخل. فما هي الرسوم الجمركية التي يؤديها هؤلاء؟ كيكون بشي 15 درهم، يعني حيت فيه الطاكس ديال الجمارك، ونفس الالكول اللي كيستعملوا لي فارماسي ولا لي بارفيمري. داخل هذه الآلات الحديدية التي تعمل 24 ساعة على 24 تتم عملية إنتاج الخل. العملية تمر عبر مراحل. كيعود في واحد الدرجة أخرى ديال 45 درجة. احنا ملي كنبغيو نستعملوه لإنتاج الخل كنهبطوا له الدرجات ديالو حتى يعود في واحد الدرجة اللي هي قابلة اللي تعيش فيها البكتيريا اللي غادي تصاوب الخل. والدرجات كتكون ما بين 3 4 درجات ديال الالكول. كتكون هنا الحياه ديال البكتيريا ممكنه. كيدخل لهذيك لاباري كتبدا تسخن وكتبدا الانتاج ديال تحويل ماده الكحول الى حامض الاسيتيك. العمليه تخضع خلالها ماده الخل الى مراقبه على راس كل ساعه. كيدخل لاباري كيبدا يتصاوب كل ساعه كتاخذ واحد لي شانتيون باش تعرف واش البكتيريا بدات خدامه، واش البروسيس بدا خدام ديال التحويل ديال الكحول الى حامض الاسيتيك. خاصك تاخذ واحد الاناليز ديالها كل ساعه وتعرف لو دوغري واش كيتزاد، ومن خلال هذاك الشيء كتعرف لاباري ديالك واش غادي خدامه مزيان ولا عيانه ولا، وتما كتاخذ القرار ديالك واش غادي تزيدها في الشهر ولا تنقص ولا. هذا هو. يقوم السيد المساوي بتحليل مادة الخل. هذه العينة سيحدد من خلالها المرحلة التي وصلت إليها الدورة الإنتاجية لهذه المادة. هذه عملية ديال التحليل ديال الأسيد، وهذه العملية الأخرى ديال باش نعرفوا شحال ديال الألكول اللي باقي عندنا. ومن خلال الألكول ديالك هو اللي كيرجع للكاسيد، خصك تعرف ثاني الدوغري ديال الألكول شحال باقي عندك باش تعرف كيفاش غادي تتعامل مع لاباري ديالك. القانون المغربي يفرض على الوحدات الصناعية المنتجة لمادة الخل تسويق هذه المادة ب6 درجات. هاي وقفنا هنا لي دوغري اللي باقي عندك ديال الألكول. هو مادام فيه الأسيد حامض الأسيتيك راه كيتسمى خل، ولو في غير درجة واحدة راه كيتسمى خل، ولكن القانون كيفرض عليك بأن ما يمكنش تبيعه إلا فوق 6 درجات والفوق، حتى في القانون الأوروبي 6 درجات والفوق.
بعد أن يحصل المراقبون على الدرجة المطلوبة تبدأ عملية ملء القارورات بالخل. لما تيكون الخل مازال يعد تيتصاوب خص تكون مراقبه ديال الحراره، درجه الحراره الى اخره، فكاين واحد المراقبه تماك. اما بالنسبه يعني لما تنعمروا في فلاكون هذاك تيكون واحد البروسيس اللي هو معروف. تسويق الخل ليصل إلى المستهلك المغربي مسطرة تخضع للتعاقد بين المنتج والموزع والبائع. من أجل التعرف على كيفية التسويق توجهنا إلى إحدى المراكز التجارية الكبرى. خالد ملمان المسؤول هنا عن المشتريات. هي اللي اي شركه كترغب في تسويق المنتجات ديالها، ما كيكونش غير بحد ذاته، يعني كسبيل المثال بحال الخل، هو ما كيدخلش الخل بوحدو كمنتوج اللي غيدخل في ديك الكونطرا اللي هي كتكون انيوال. الكونطرا انيوال كتشمل جميع المنتجات وكتشمل الطريقه ديال التعامل ديالنا مع هاد الشركه المموله، واللي خاص هما يحترموا الشروط ديالنا، وحنا خصنا نحترموا الشروط ديالهم. احترام العقدة شرط أساسي لكل من المنتج والمشتري. وعلى حسب التعاقد التجاري اللي كيكون هما شروط التسليم اللي خاص الممول او الشركات المموله خاصها تحترم هذيك شروط التسليم، وتكون كتحترم شروط الجوده ديال المنتوج اللي كيدخل لا ريسبسيون مارشانديز، اولا كنسميوها حنايا استلام البضائع، اللي كيكونوا فيها اشخاص اللي كيحرصوا على الجوده ديال المنتوج، وعلى المنتوج هو في حد ذاته واش كان هو اللي كان مطلوب، يعني هو اللي كان في الطلب في المره الاولى. حوالي 10 ماركات الخل تسوق محليا بنكهات وأثمنة مختلفة، تتراوح الأثمنة بين 3 و8 دراهم. فكيف يتم تحديد هذه الأثمنة؟ أول حاجة كنحدد المنتوج ديالي على حسب الثمن ديال المنتوج على حسب الثمن المتعارف عليه في السوق. فخاصني ضروري نضمن واحد اون مارج دو مانوفر، او لا واحد اون مارج يعني الربح اللي هو معروف على حسب المنتوج. اذا كان مثلا المنتوج مطلوب في السوق وعنده واحد اون روتاسيون تري فريكونت، فلا مارج كتكون قليله. كثرة الطلب على منتوج الخل هي التي تحدد ثمن البيع، لكن هل يتدخل المنتج في الثمن الذي يطرح به المنتوج في السوق؟ بالنسبه للشركات ما كندخلوش معاهم بشحال هما تقام عليهم، ولكن كنكزيجيو يعني كنفرضوا عليهم بشحال حنا خصنا نشريو. وهذا بطبيعه الحال كتكون دراسه ديال المنتوجات اللي كتكون متطابقه او لا شبيهه بالمنتوج اللي هو معروض عليا. مثلا تنشوف الاثمنه ديالهم والسوق كنعرفوا شنو فيه. دابا اليوم ولا تبارك الله السوق ولا مفتوح والناس كلهم كيعرفوا تقريبا الاثمنه. فالمنتوج اذا كان منتوج يعني هذاك لو برودوي اذا كان مطلوب بشكل كبير في السوق، فكيحكم علينا وكيفرض علينا اننا نفرضوا حتى حنا على الشركه المموله بصفه مستمره. فهل ترويج هذه الماده بهذه الطريقه الجديده يجعل ثمنها مرتفعا؟ لا، النكهه ما كتحكمش على الثمن. النكهه هذه كتبقى اختيار ديال المواطن، هو شنو كيبغي هو كوم سافور كيبغيها هو. فالثمن ما كيدخلش في النكهات، مي الثمن هو التحديد ديالو كيتم عن طريق المنتوجات اللي شبيهه به والثمنات ديالها اللي كاينين في السوق ومتعارف عليها في السوق، باش ما نكونوش حنا لا غاليين على الناس وما يمكنناش نكونوا عاوتاني ما كنربحوا ثمن يعني ضعيف بزاف. تطور قطاع إنتاج الخل تحكمه ثقافة استهلاكية. المواطن صار يستهلك هذه المادة بقوة. الثقافة ديال الاستهلاكية تغيرات عند المواطن المغربي، لأن كان في الأول كان المواطن المغربي كيمشي كيستهلك غير المنتجات اللي هي بلديه في الاول اللي معروفه يعني في الاول. من بعد من دخلوا هذه المساحات الكبرى ولا غون ديستريبيسيون ساهمت بواحد الشكل كبير في تطوير الاستهلاك ديال المواطن اللي ولا بلوز اكزيجون حتى هو ولا كيعرف ولا قريب من المنتوج. هناك ايضا من يستعمل الخل في التنظيف. حميد نادل في هذه المقهى. تقريبا قارورتين من الخل يقتنيها صاحب المقهى كل يوم، تستعمل بغرض التنظيف وليس للطهي.
كيحيد حتى كان كاين في البراد ولي سوطاس والطباس ديال الاكل باش كيسيبوا الماكله الدجاج الطوابل. أمام الاستعمالات المختلفة لمادة الخل وأيضا طريقة ترويج هذه المادة تحتار عين المستهلك. دابا حاليا داكشي اللي تواجد في السوق ولات بزاف بزاف ديال الانواع ديال الخل، خل التفاح، خل الطبيعي، بزاف ديال الانواع ديال الخل. تطور قطاع إنتاج الخل أدخل هذه المادة التي تتميز بحموضتها إلى عالم التجميل والتخسيس. بعض المحلات تخصصت في تسويق هذا النوع من الخلول. فما نوع هذا الخل الذي يقبل الزبون على شرائه؟ كاين واحد الإقبال كبير خاصة الخل ديال التفاح. وخل التفاح هو معروف الحمد لله من القديم، الخل ديال الخزامة، خل ديال الآزير، خل ديال الزعتر، خل ديال البابونج. لكن ما أسباب ظهور هذه النوعية من الخلول الجديدة في بلادنا؟ الأسباب المعروفة الأكثرية فيها هي التعامل ديال الناس مع الشبكات العنكبوتية أو الفضائيات الشرقية ولا غيرها. تيكون فيها ناس اختصاصيين في هذا الميدان ديال الطب ديال الأعشاب، وبالتالي هما اللي عرفوا الناس على هذا الأمر، هما اللي شجعونا احنا كباعة أننا نقلبوا على هذه المنتوجات ونعرضوها للناس ولا للمستهلك المغربي. يستورد القباج خل التفاح من شركة فرنسية. تسويق المنتوج في المغرب يخضع حسب قوله لضوابط صحية. أن ملي تيكون المنتوج عنده واحد القيمة ديال الجودة عالية ودايزة في مختبر وعندها لاغريمون ديالها من وزارة الصحة وكذا، ويكون منتوج اوثنتيك، الحمد لله تييسر فيه الله سبحانه وتعطي المنتوج، تعطي النتيجة للناس وتيكون عنده مصداقية وتلقى القبول حتى عند المستهلك. حسب القباج فإن الربح الذي يجنيه من بيع خل التفاح يبقى ضعيفا مقارنة بالخلول الأخرى. خل التفاح هو أقل ربحا بالنسبة لنا احنا مقارنة مع الخلول الأخرى. الحرص على هذا الباب ديال الربح ماشي هو الشرط الأول عندنا، الشرط الأول عندنا وهو الحرص على الجودة ديال المنتوج بدرجة أولى. جودة المنتوج هي اللي تتهمنا. بالنسبة لهامش الربح هذاك أمر مضمون ومعروف. ما كاينش شي بائع تيفتح المحل ديالو ويبيع منتوجات طبيعيه وغيرها الا وتيكون عنده واحد لا مارج بينيفيسيير ديالو كونستونت. أثمنة بيع هذه النوعية من الخلول تتباين من محل إلى آخر، وكلما كان مخففا بالماء كلما قل ثمنه. أنا إلا رجعنا للثمن تلقاو مثلا من بائع تيبيع بحتى من 20 درهم مثلا القرعه، حنا تنبيعوها مثلا ب 30 درهم. الفرق فين كاين؟ الفرق ديال 10 دراهم جوستيفي، يعني يمكن ان لقاو سميتو السبب ديال هذا الامر وهو الجوده. الجوده هي اللي خاص المستهلك يركز عليها وما يتغرش بالفرق ديال 5 دراهم او لا 10 دراهم. والخل سهل باش يتخفف، والمحافظه على الحموضه ديالو، الحموضه تيبقى دائما. الانسان اللي تيتذوق الخل ما تيستعملو تيعرف الفرق. تخفف بالماء تنحصلوا على كميه اكبر، وبالتالي الثمن تيولي هامش ديال الربح تيولي كبير، وبالتالي الثمن ديال البيع المقترح تيهبط. غير خل التفاح نجد خل الثوم، الأزير، الزنجبيل، الخزامة وخل السلمية. خلول يشتريها القباج من شخص يقوم بصناعتها في معمل صغير بمدينة القنيطرة. فهل المواد التي دخلت في صناعة هذه الخلول تحدد الثمن الذي سيبيع به القباج هذه المنتوجات في محله؟ إلى شفنا مسألة ديال الثمن بالنسبة واش يختلف ما بين خل وآخر، هذا الأمر ترجع للفابريكون. هذاك الإنسان اللي تيدير لا بريباراسيون هو اللي تيكون عنده هذا الإشكال. ما بالنسبة لنا حنا تناخذوا الخلول تقريبا بنفس الثمن ثم تنبيعها بنفس الثمن ديال البيع المقترح، ثمن عادي جدا. رغم ان مثلا يكون هذا الخل تيطيح بكثر، مثلا الثوم تيكون عندها ثمن غالي بزاف على الزعتر بالانواع ديالها، شي 6 ديال الاصناف كلها ثمن واحد، رابعه تقريبا تدير شي 30 درهم. هو إذن قطاع تطور مع تطور الحياة، كثرة الطلب هي من حددت طريقة العرض. الخل راه هو عنده واحد نسبة النمو اللي غادي وتتزاد، لانه على حساب التغيير ديال لي زابيتود دو كونسوماسيون ديال المغاربه هنا في المغرب، مع استهلاك ديال وكل الخفيفه، مع استهلاك ما حد هو تيتزاد وما حد كذلك يعني لي بوزوان ديال الناس تتنوع. فلما غادي تلقى بانه خل طبيعي هو اللي كان تيتباع شحال هذه ربما دي 20 هذه 30 عام، الان اصبح يعني خلول وحده اخرى عندهم ديك النسبه ديال الحامض، النسبه ديال الثومه.
تطور مادة الخل ساهم في تحريك الدورة الاقتصادية. تصنيع وتسويق هذا المنتوج يتطلب موارد بشرية، هذه الأخيرة التي تساهم في تنمية عجلة الاقتصاد. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي يمكنكم إعادة مشاهدتها على الموقع الإلكتروني الأولى.ma. أترككم في رعاية الله.